ويلكم يا صديقي الصدوق. النهارده جايب لك فيلم بقى اكشن من نار، اثاره ودمار. عايزك تركز في البدايه علشان هدلعك في النهايه. بس يا ريت يا صديقي قبل ما تبدا الفيلم تخبط لي اللايك الجميل والكومنت المتين، ولو مش مشترك في القناه انزل اشترك وفعل زر الجرس علشان توصل لك العظمه بتاعتنا، واذكر الله وصلى على النبي. وبيبدا الفيلم معانا بهجوم كبير على المعبد الهندي، وبيتجمعوا كل الناس اللي هناك علشان يحموا المعبد ده من الهجوم. وبعدها بقى بنشوف مدرب مهيشما بيعلم فنون قتاليه، والناس بتودي له اولادهم علشان يعلمهم الدفاع عن النفس والدفاع عن المعبد. وبيكون الراجل ده بقى عنده 70 سنه ولسه ما اتجوزش لحد دلوقتي علشان يحافظ على مبادئ المعبد، وبيكون بيعلمهم بكفاءه واخلاص. وبيجي يوم بقى وبيسال كل الطلاب على الاناشيد ومش بيلاقي حد يجاوب عليه، لحد لما بيسمع بقى ولد صغير بره المعبد وبيردد الاناشيد دي. وده بقى يا صديقي بيكون هو بطل فيلمنا بدري. فقام المعلم بسرعه علشان يروح لبدري، ولما شافه جاي عليه طلع يجري بسرعه يروح على البيت. فبيروح وراه المدرب البيت، وبيعرف بقى والدته ووالده ان هو طفل ذكي جدا، وانه طلاب المدرسه كلهم ما عرفوش يقولوا الاناشيد الا هو سمعها كلها. وبيعرف بقى من ابوه وامه ان هو نفسه يتعلم الفنون القتاليه، لكن هم عيلتهم فقيره جدا. لكن المعلم بيطلب من امه وابوه انهم يسلموا لبدري علشان يعلموا الفنون القتاليه. وبدا بقى يعلمه كل اساليب القتال بتاعته علشان يجعل منه محارب فتاك يقدر يدافع عن المعبد ونفسه. وفي يوم بقى دخل بدري يتحدى مع واحد اكبر منه وقديم في المعبد وفي تعليم الفنون القتاليه، ولكن بدري كان مصمم ان هو يتحداه. وساعتها بقى بنشوف بدري كبر بقى وبقى مقاتل فتاك وجامد وجسمه قوي جدا، وبيستعرض مهاراته الفنون القتاليه اللي اتعلمها. وكان المعلم مبسوط بيه جدا علشان هو يعتبر افضل مقاتل في المدرسه كلها. وبعد كده المدرب بيجمع كل المقاتلين الموجودين في المدرسه وبيقول لهم انهم خلصوا فتره التدريب، ودلوقتي كل واحد يقدر ياخد معبد يحرسه لوحده وبدون اي سلاح. وبيجي بقى وقت التخرج وبيحلفوا قسم الولاء، وكل واحد بيسحب ورقه مكتوب فيها اسم المعبد اللي هيكون حارس عليه. ومن حظ بقى بدري بيجي له معبد اسمه بدري ناس. وبنيجي هنا الصديقي لواحده اسمها كاندي، ودي بقى بطله فيلمنا رايحه مع عيلتها للمعبد، ولكن جدها بيتعب جدا في الطريق ومش بيبقى لاقي مستشفى قريبه منهم. فبيحاول الكاهن اللي معاهم يبعت اشاره في المعبد، واول ما بيلاحظ بدري بقى بيروح علشان يساعدهم، وفعلا بينقذ جدها وبيجيب له حبه تراب وبيقول لهم ان ده تراب مقدس وهيعالجه في وقتها. وبعد كده بياخدوه للمعبد يصلي فيه، وبيمسك النار بدري بقى علشان كل الناس اللي واقفه تاخد البركه منه. ولكن بقى بتتفهم لكاندي والناس كلها بتستغرب، وهي بتبقى بتحاول تهرب منه ولكن بتفشل، وبيمسكها بدري وبيرميها في الميه وبيكون مش عارفه تعوم. وجدها بقى بيترجى المعلم يسامحها وبيقول له انها بتكره الالهه والمعبد بسبب حادثه حصلت لابوها وامها. وفعلا بيسامحها المعلم وبيأمر بدري يطلعها، وبينط وراها بدري على طول وبينقذها قبل ما تغرق وبيطلعها من الميه. ولكن المعلم امر كعقاب انها تشعل 3000 مصباح علشان طفت مصباح واحد، ونفذت لكاندي العقاب. وفعلا بدأت تولع في المصابيح وقعدت فيها مده طويله جدا، بس خلصتهم بمساعده بدري. وبعد كده بيسأل بدري جدها عن سبب كرهها للمعبد والمصابيح. بيحكي له بقى جدها وبيقول له ان زمان امها كانت بتصلي والنار مسكت فيها، وابوها بقى عمل فيها سوبرمان ودخل علشان ينقذها بس للاسف ولع معاها. وبيساله تاني بدري بقى وبيقول له ليه بتجيبها المعبد ما دام هي بتكره المعبد. فبيقول له انا جبتها المعبد النهارده علشان هي حياتها في خطر، وعمتها اللي هي تبقى بنتي عايزه تموتها، وبيكون معاها ابن اسمه ناني وده السبب بقى في كل ده. وبعد غياب فتره بقى عمتها بتظهر وبتقول لها انا عمتك وجوزي يبقى سركار. وبترد لكاندا بتقول لها من يوم ما سبت العيله انت مش عمتي، وان الراجل اللي انت متجوزاه ده زعيم عصابه وقتل قتله. وبنعرف بقى ان سركار ده قاتل محترف جدا وقتل 38 شخص. فبتتضايق عمتها جدا وبيكون حرجتها وسط كل الناس، وبيكون ابنها نان عايز يقتلها لكن بتمنع ابنها ناني علشان ما يعملهاش حاجه. ولكن بيروح ناني لجده في المستشفى وبيقول له على اللي حصل، وان حفيدته هانت امه قدام كل الناس وانه هيموتها قدام عينيه. وبيكمل الجد كلامه مع بدري وبيقول له انه متضايق علشان مش عارف يحميها. وبيطمنه بقى بدري وبيقول له انها هتكون بخير. وبتروح لهم بقى الكندي وبتقول لهم انها عايزه تسيب المعبد ده، ولكن بيرفض جدها وبيقول لها هنستنى في المعبد يومين. وبعدها بدري بياخدهم كلهم وبيروحوا عند الشلالات، وبيقول لهم لو في ناس مش سالكين موجودين معانا هنا لازم يمشوا عشان الشلالات دي هتبطل تنزل ميه لو فضلوا موجودين معانا. والسواق بقى فجاه بيدخل عند الشلالات، وكل لما بيقرب الميه بتبعد واحده واحده، وكل لما بيقرب اكتر الميه بتبعد اكتر لحد لما الميه بتختفي خالص. وبيطلع ده بقى الصديقي ما فيهوش ريحه السلكان. وبدري بقى بيقول للجد يدخل هو، واول لما بيدخل الميه بترجع. اهو الراجل ده سالك يا جدعان. وبيكون كل اللي واقفين في حاله ذهول ايوه النبي. وتاني يوم بقى بيكون اصحابها معاها وبتحاول تلعب كراكيت وبتتصاحب على اطفال صغيرين وبيكونوا رايحين علشان يتعلموا، بس هي بتقدر تقنعهم انهم يلعبوا معاها، وفعلا بتقدر تقنعهم وبتبدا تعلمهم اللعبه. ولما بتيجي بقى تشوط الكره بتيجي في فيل صغير فبيتعصب بقى الفيل
وبيفك نفسه وبيطلع يجري عليها وكان هيموتها، ولكن بيلحقها بدري في اخر لحظه وبيأمر الفيل انه يرجع تاني. وسبحان الله الفيل بيفهم كلامه وبيرجع مكانه. وبعد كده بيحكوا الاطفال لبدير عن كل حاجه حصلت وبيضربها بقى بالقلم وبيقول لها انها تافهه جدا. وتاني يوم بقى بتروح المعبد وبتكون عايزه تصلي لابوها، ولكن الكاهن بيقول لها لازم اللي يصلي لابوها يكون ولد، ولكن محدش في المعبد بيوافق يصلي لابوها لحد لما بدر هو اللي بيوافق انه يصلي لابوها وبيعمل الطقوس بتاعتهم كمان وبيكون مبسوطه قوي. لكن دي ان في حد بيصلي لابوها وبتشكره وبتظهر كده صديقي انها وقعت في حبه. وبيعرف بقى المعلم ان في جماعه مسلحه بتسيطر على المعبد ومعاهم رهائن، فبيروح بسرعه للمكان وبيقابل زعيم العصابه وبيقول لهم انهم لازم يسيبوا الرهائن اللي معاهم في خلال 5 دقائق لما هو يتصرف معاهم. وفعلا بيبدا بقى يعد، ولما مش بيسيبوا بقى الرهائن بينادى على بدر وبينزل عليهم بقى زي الرعد وبيفضل يضرب فيهم كلهم. وفعلا بيقدر ينقذ الرهائن اللي في المعبد ويستعمل كل اساليب القتال اللي اتعلمها من المعلم بتاعه اللي كان واقف فخور بيه جدا ويستغرب من قوته الجباره على التفوق عليهم كلهم بالرغم من انهم مسلحين. وبتعرف بقى الصحافه ان بدري هو اللي انقذهم من الجماعه المسلحين دول. وتاني يوم بقى بتروح على كاندي المعبد وبتكون عايزه تقابل بدري، وبالصدفه بقى بيتقابل ابوه وامه وبتتعرف عليهم وبتعرف انهم رايحين للمعلم. ولما بيوصلوا بقى عند المعلم بيقول لهم انه قرر يخلي بدري الوريث بتاعه، بس هيكون في شرط واحد ان هو يفضل عازب طول حياته. وده بيصدمهم كلهم وبيكونوا بقى مش عارفين يتصرفوا ازاي، ولكن هو بيديهم وقت علشان يفكروا. ولكن في الاخر بيضطروا يوافقوا على كلامه وبيقولوا له بقى ياخد راي بدري، ولكن هو بيقول لهم ان بدري مستحيل يرفض له اي طلب وانه متاكد انه مش هيمانع. ولما لكاندي بقى بتعرف الخبر ده بتفضل تعيط وتحس ان مفيش امل انه يحبها او يتجوزها. وبعد كده بنشوف سركار جوز عمة الاكاندا بيروح لمراته اللي بتبقى قاعده متضايقه جدا وبتحكي له عن اللي حصل وانها رفضت تقول لها انها عمتها قدام الناس وبيكون عايزه تنتقم منها. فبيقترح سركار عليها انهم يقتلوها، ولكن هي بترفض وبتقترح بقى طريقه تانية انها تخليها تتجوز ابنها بالعافيه علشان تقول لها يا حماتي وتذلها بقيه حياتها. فبيتصل سركار بالسواق بتاع اليكاندا وبيطلع ده بقى الصديقي اللي ما فيهوش ريحه السلكان واللي بيقول له على مكانهم وانها بتقعد مع شاب بقى اسمه بدري وبيبان عليها انها بتحبه. وقال له لو عايز تعرف شوف وسائل الاعلام والتلفزيون كله بيتكلم عنه. وفعلا بيشوف بدري على التلفزيون وهو بيدافع عن المعبد وبيستعرض بقى قدرته في الفنون القتاليه اللي علمها له المدرب بتاعه. وشاف بقى سركار وطلب من رجالته وابنه انهم يجيبوا الاكاندا في خلال 24 ساعه، وكمان بيأمرهم انهم يروحوا يموتوا بدري في نفس ال 24 ساعه دول ويرجعوا لكاندي بيتها. وبيسأل ابنه بقى سؤال غريب جدا وبيقول له هو ايه اقوى شيء في الحياه؟ فبيرد ابنه ويقول له الفلوس. قال له عبيط يا ابني، الحقيقه هي الحب، وان في حكام دول كتير يتدمروا بسبب الحب، فانت لازم تتاكد انك قضيت على بدير نهائيا بعد ما تقتله علشان بدير لو فضل عايش مش هتيجي لكاندي هنا. وبيكون لكاندي بقى في المعبد بتعيط وبيسالها بدري ايه السبب اللي مزعلها، وهي بتقول له ان اللي مزعلها انها حبت واحد مش هتعرف تتجوزه. وبيسالها على اسمه وبيقول لها ان هو هيجيبه لها، ولكن بتفتكر كلام المعلم وبترفض تقول له اي حاجه وبتقول له ان لو هو ولا المعلم بتاعه يعرفوا يجيبوه لي. فهو بيقول لها لو عايزه الامنيه بتاعتك تتحقق لازم تجيبي زهره اللوتس وتحطها في المعبد النهارده علشان هيتقفل لمده 6 شهور وهيتغطى بالتلج وهنولع مصابيح وهيفتح المعبد بعد 6 شهور والمصابيح هيكون لسه مولعه وكل الامنيات بتتحقق. وبعد ما ال6 شهور يعدوا ترجع المعبد تاني وتاخد الزهره وهتلاقي الامنيه بتاعتك حصلت. وبعد كده بياخدها الجبل علشان يساعدها توصل للمكان تجيب منه الزهره، وبيمسك ايديها علشان تعرف تجيب الزهره ولكن بتقع من ايده ومعاها الحظاظه بتاعته. وطبعا كالعاده الصديقي بينزل وينقذها وبتفضل بقى لابسه الحظاظه بتاعته في ايديها. وفي نفس الوقت ده وهم في الجبل المعلم بيكون بيسال على بدري في المعبد علشان لازم هو يكون هناك يفتح ويقفل الباب بتاع المعبد. ولكن وهم راجعين بيقابلوا رجاله سركار اللي بيكونوا عايزين يموتوا بدري، وبيقول بدري الكندي تروح على المعبد بسرعه، وهو بقى بيفضل يضرب فيهم بمهارته القتاليه الفتاكه وبيحاول يهرب منهم زي الشقلباز. واول لما بيوصل المعبد بيلاقي ناني قدام لكاندا وبيحاول يخطفها، لكن بدري بيتدخل وبيضربه ومحدش بيقدر يلمسه وبيقدر يسيطر على الموقف. وبيقول لها تروح تقدم الزهره، ولكن هي بتقول له انها كده كده لو قدمت الزهره جوز عمتها وابنه مش هيسيبوها في حالها ولا هيسيبوها ترجع بعد 6 شهور تاخدها، وانهم كده كده هيفضلوا وراها علشان يجوزوها لناني اللي هي اصلا ما بتحبوش. ولكن في وقتها بيمسك ايديها ويقول لها انه بيوعدها انه هيجيبها تاخد الورده بتاعتها بعد 6 شهور، وانه هو عمره ما وعد حد ورجع في كلامه. وفعلا بتدخل اليكاندو وبتقدم الزهره وبتتمنى انها تتجوز بدري، وهو بيكون مبسوطه جدا علشان كل اللي بدري بيعمله ده عشان خاطرها هي. والمعلم بقى بيكون في المعبد هو كمان وبيحط زهره وبيتمنى ان يكون بدري الوريث بتاعه للمعبد. وبدري بقى بيكون بره بيروق على رجاله ناني لحد
لحد لما بيبهدلهم خالص ويتعبهم معاه. وبيعرف ناني بقى ان نقطه ضعفه آلهة المعبد، علشان كده بياخد اله منهم وبيطلع يجري بيه وبيرميه في الميه علشان يستفز بدري. ولكن بدري بيجري بسرعه وبينط في الميه، ولكن بيضربوا عليه نار لحد لما بيتصاب وبيكون مغرق البحر دم، ولكن بيقدر يخرج من الميه زي العفريت ومعاه الاله بتاعه وبيرجعه للمعبد تاني. وبيتروح له بقى اليكاندا وهي زعلانه جدا وبتقول له انها السبب في كل اللي حصل له، وبيكون خايفه عليه جدا علشان الاصابات اللي اتعرض لها. فبيشوفها المعلم وهي واقفه معاه وبتظهر انها بتحبه جدا. وفي لحظتها بقى ناني بيجي من ظهره وبيضرب بدري بالسكينه، والمعلم بيرفض يساعده وبيسيبه يقع في نص المعبد سايح في دمه. وابن عمتها بقى بياخد الاكندي وبيمشي علشان يقعدوها عندهم في البيت. وبيكون بدري بقى بيحاول يقوم علشان ينقذها منهم، ولكن بيكون مش قادر وبيقع على الارض وبيغمى عليه وبيجيبوا له الاسعاف. وهي بترجع البيت بقى وبيكون متضايقه جدا على بدري، وبتحس بقى انها مش هتشوفه تاني وانها فقدت الامل خلاص وانه اكيد مات. ولكن في لحظتها بيطمنها جدها وبيقول لها ان بدري لسه عايش لحد دلوقتي وانه في المستشفى قدروا يلحقوه. وبيرجع لها الامل من تاني وبتقوم تجري تمسك الحظاظه بتاع بدري وبيكون مبسوطه جدا وبتحس ان خلاص الامل رجع لها من تاني. وبيروح بقى ساركار ومراته لجدها في البيت وبيقول له ان نانا هيتجوز اليكاندي وان قدروا يموتوا بدري وانه اجمد منه بكتير. وبيحدد الكاهن بقى ميعاد الجواز وبيقول لهم بعد 6 شهور في اليوم اللي هيتفتح فيه المعبد. ولكن جدها بيرفض وبيضرب بنته بالقلم وبيقول لها ان اليكاندي مستحيل تتجوز ناني ابنك طول ما هو عايش وان الكلام ده مش هينفع. فطبعا بقى بيتعصب ساركار جدا لان مراته بتتضرب قدام منه بالقلم، فبيموت الجد قدام الناس كلها وبيقول ان الفرح في ميعاده ومفيش حاجه هتتغير. واول لما المعبد يفتح اليكاندا وناني هيتجوزوا. وبتقعد بقى اليكاندي جنب جثمان جدها مش مصدقه انه مات ومرعوبه من الموقف ده ومش عارفه تعمل ايه او تتصرف ازاي. وبدري بقى بيرجع للمعبد وبيقولوا له بقى ازاي يسيب المعبد علشان يخرج مع واحده وانه اكيد بيحبها. وبيعرفوه بقى ان المعلم كان ناوي يخليه الوريث الوحيد ليه للمعبد. وبيروح بقى بدري يترجى المعلم وبيقول له انه مش بيحبها وانه ما كانش يعرف ان هي بتحبه. وبيحاول يخلي المعلم يسامحه ولكن بيرفض. وبيروح بدري بقى لجرس المعبد وبيخبط راسه بقى في الجرس وبيقول ان هو مش بيحبها ومستحيل يتعلق باي بنت وانه هيفضل يسمع كلام المعلم بتاعه طول عمره. وساعتها بقى بيحس المعلم على دمه بولاء بدري ليه وبيصدق كلامه وبيسامحه. وعلى الجانب التاني بقى اليكاندا بتكون نايمه وبيدخل عليها ناني ابن الجحلوف وبيحاول يتحرش بيها ولكن بتقدر تدافع عن نفسها وبتفضل تصوت بصوت عالي لحد ما بتدخل عمتها وبتطلع ناني بره الاوضه. وبعدها بتكتب اليكاندا لبدير جواب وهي بتبعته له، ولكن بيشوف الجواب المعلم بتاعه ولما بيقرا اللي فيه بيقطعه وبيرميه قبل ما يوصل لبدري. وفي يوم بقى بيكون بدري بيتمرن وبيشوف الجواب متقطع جنبه بالصدفه، ولما بيقراه بيلاقيها بتحكي له انهم موتوا جدها وعايزين يجوزوها لناني غصب عنها وانهم بيعاملوها وحش جدا. وناني بقى حاول يعمل معاها الجلاشه لكن هي دافعت عن نفسها. وفي نفس الوقت بتروح الشرطه للمعلم وبتقول له ان الكهنه بيطلبوا بمنع بدري من دخول المعبد علشان هو بيحب بنت هنا وبيعمل مشاكل كتيره علشانها مش عشان يحمي المعبد. فبيتضايق جدا المعلم من الكلام ده ولكن بيدافع عنه وبيرفض كلامهم. وبيسمع بدري بقى ان هو بيدافع عنه فبيقرر ان هو يقطع الجواب ويولع فيه وانه ما ينفعش يخون المعلم او ما يبقاش قد ثقته. بس بيروح بدري بقى لمكان المعبد المقفول وبياخد حبه تراب وبيحطه في ظرف وبيبعته ليها علشان تعرف ان هو عنده وعده ليها وانه هياخدها المعبد بعد 6 شهور علشان تحقق امنيتها. وبتبقى طايره يا الصديقي من الفرح علشان بتتاكد ان بدري وصل له الجواب ورد عليها وانه اكيد مش هيسيبها كده وهيجي ينقذها. وبتكون عمتها بقى خلاص بتحضر للفرح وبتكتب الدعوات علشان تحقق خطتها وتجوزها لناني علشان تذلها. وبيروحوا بقى للكاهن بتاعهم علشان يعزموه على الفرح وبيجي لهم بقى كده الصديقي ولكن بيصدمهم وبيقول لهم ان الجوازه دي يا جدعان مش هتتم ولازم تتلغي. وفي نفس الوقت ده بيتحاول اليكاندا هي والخادمه انهم يهربوا ولكن ناني بيكون وراهم وبتوصل محطه القطر وبتحاول تلحق القطر. وهي بتركب القطر بقى بتقع من ايديها حظاظه بدري اللي ما تقدرش تستغنى عنها علشان كده بتوطي تجيبها وتلاقيهم كلهم قريبين منها لحد ما ناني بيقدر يمسكها. وساركار بيضرب ناني وبيقول له حبيبها عايش وانه حذره من الموضوع ده وهو ده اللي كان خايف منه. وهي حاولت تهرب علشان تروح له فبتضحك اليكاندا بقى وبتقول لهم انهم مش هيعرفوا يهربوا منه وانه هياخد حقها منهم وانه هيفضل راعبهم كده ومش هيعرفوا يروحوا في حته ولو راحوا في اي مكان هو هيروح وراهم حتى لو رحتوا فين. ولكن بقى بيهددها ساركار وبيقول لها انه هيموتوا قدامها زي ما موت جدها قدامها. وفي نفس الوقت ده بتروح الخادمه لبدري وبتحكي له على الظلم اللي بتعيش فيه اليكاندي والطريقه اللي بتتعامل بيها وانهم عايزين يجوزوها غصب عنها وانه لازم يروح ينقذها. وكلامها بقى بيخلي بدري في حيره كبيره جدا ومش عارف يعمل ايه، لا اما يكسر كلام المعلم ويروح ينقذها ويبقى فقد ولاءه ليه ولا ما يروحش ويكون سابها للظلم
تتجوز حد هي ما بتحبوش، وبتكون خلاص يا صديقي عدت المهله ال6 شهور، وان خلاص المعبد هيتفتح والزهور هتتاخد والمفروض ان امنيتها بتتحقق، وبيكون الناس كلها مبسوطه علشان فتح المعبد وقاعدين قدامه. وفي الوقت ده الصديقي بيروح ساركر ليهم وبيكون معاه رجالته بيولعوا في المكان وبيضربوا كل الناس الموجودين بطريقه همجيه جدا، وبيدوروا بقى على بدر علشان يقتلوه ويخلصوا عليه. فواحد بقى بيرد عليه وبيقول له انه خلاص اخذ القرار وراح علشان ينقذ الاكاندي ويجيبها المعبد. فبيتصل ساركر بقى بابنه وبيعرفه ان بدر ساب المعبد وفي طريقه علشان يروح ياخد الاكاندا. واول ما بيوصل بقى بدر المحطه بيلاقيهم مستنيينه ومستعدين علشان يموتوه. بيقول لهم بقى انه هياخد الاكاندا علشان لازم تروح المعبد، وانه اللي هيحاول يمنعه هيزعله على نفسه. ولكن بيهجموا عليه كلهم وهو بقى بيفضل يروع عليهم ويضرب فيهم يمين وشمال لحد لما بيتخلص منهم كلهم وبيضربهم كالعاده يا صديقي. وبتعرف الاكاندا بقى من الشغاله ان بدر وصل علشان ياخدها، وبتفرح جدا وهي نازله بقى ليه. بتحاول عمتها تمنعها لكن بيتزقها وبتهرب منها بلهفه علشان تشوف حبيبها بدري. واول ما بتشوف بدري بقى بتجري عليه وهي معاها الحظاظه بتاعته، وبعدها بياخدها من ايديها وبيركب بيها القطر علشان يلحق يوديها المعبد. وبيرجع بقى المعلم المعبد بيلاقي المعبد كله متدمر على دماغ اللي جايبينه، وبيقولوا له بقى الكهنه ان بدري هو السبب في كل اللي حصل ده، وان هو خد سلاح وراح علشان ينقذ البت اللي بيحبها. وبيثبتوا له بقى ان بدري مش بيسمع كلامه وانهم كانوا على الحق لما قالوا ان بدري ما يدخلش المعبد ده تاني، وبيعرفوه انهم صح بعد ما المعبد اتدمر. وبيتضايق جدا المعلم من اللي عمله بدري. وبيرجع بقى ساركر البيت وبيلاقي ناني ابنه مصاب، ومراته بتقول له انه بدري لازم يموت ويرجع لكاندي تاني البيت ويجوزها لابنه زي ما وعدها. وبعد كده بيروح بدري ولكندا المعبد والناس بيكون لسه بتفتح الباب، وبيحاول بدري يدخل بيها علشان تاخد الزهره بتاعتها وتحقق امنيتها. بس المعلم بقى بيقف في طريقه وبيمنعه من دخول المعبد وبيقول له يمشي وما يدخلش المعبد ده تاني بسبب الحركات اللي عملها. فبيقول بدري بقى لاليكاندا انها تخش لوحدها المعبد تاخد الزهره وتحقق امنيتها علشان لازم تتحقق. وفعلا بتخش المعبد وبتدعي ان بدري يكون ليها ومين نصيبها وبتاخد الزهره بتاعتها. وفي نفس الوقت ده بيروح لها ساركر تاني وبيكون معاها عمتها، وكل رجالته بقى بتحوط المكان باسلحتهم. وبتخرج بقى اليكاندا من المعبد وبتروح لبدري وبتكون لسه هتعترف له بالحقيقه وبتقول له انها بتحبه وان الامنيه دي هي انك تكون جوزي. ولكن بقى قبل ما تنطق بيشوفها ساركر وبيأمر رجالته يموتوها، ولكن هو بياخدها من ايديها وبيوديها لعمته وبيقول لها انا خطفتها علشان انفذ وعدي معاها واخليها تيجي المعبد تاخد الزهره بتاعتها وتحقق امنيتها، ولكن خديها هيت وتصرفوا بقى انتوا معاها براحتكم علشان انا مستحيل اكون بحبها وانا عايش علشان احرس المعبد ده بس، وهعيش طول عمري اعزب زي ما امرني المعلم بتاعه. وبيروح للمعلم بقى علشان يسامحه، وفعلا المعلم بيسامحه وبيعرفه ان كان فهمه غلط وان هو كل ده غرضه ان هو ينفذ وعده معاها. وبتتصدم بقى لكاندا وبترمي الزهره من ايديها وبتقول لبدر انت كدبت عليا علشان كده الامنيه بتاعتي ما حصلتش، وانك انت الانسان اللي بحبه وتمنيته، وان كل اللي بتقوله للناس ده كده. وبعدها بتقول للناس ما تصدقوش كلام الكهنه لانهم طلعوا كدابين وان الامنيات دي ما بتتحققش. وبتقلع بقى الحظاظه بتاعته وبترميها قدام، وبعد كده بقى بتضربها عمتها بالقلم علشان تاخدها وتمشي مع ساركار، وهي بتكون منهاره جدا وعماله بتنادي عليه بس هو بيكون مش مهتم خالص ومهتم بالمعلم بتاعه والمعبد بس. وبيرجع تاني بقى يدخل المعبد، ولكن المعلم بينادي عليه ويقول له روح انقذ حبيبتك وانه لازم ينقذها علشان لازم نثبت للناس ان الامنيه بتاعتها حصلت علشان محدش يصدق ان الكهنه كدابين وانه اكيد فعلا بيحبها. وفعلا بيقدر يروح ينقذها ويقضي على كل رجاله ساركر بمهاره عاليه جدا وبياخدهم يمين في شمال وبيخلص عليهم. وبعد كده بيستفرد بساركر لوحده وبيروع عليه وبيكون خلاص هيموته، ولكن بيترجاه يسيبه عايش. وفعلا بدري بيسيبه عايش وبيضطر ان هو يسامحه بعد ما موت له كل الرجاله بتاعته. وبعدها بياخد اليكاندا وبيروحوا للمعلم ياخدوا منه البركات والحركات بتاعته وبيوافق على الجواز وبيبداوا مع بعض بقى حياه سعيده. وهنا الصديقي بيخلص فيلمنا، وامنيتي بقى الصديقي انك تنزل تخبط لي اللايك الجميل والكومنت المتين واشترك في القناه علشان الفيلم الجاي هيكون جامد طرش يا صديقي من العيار التقيل. ويلا سلام.